والله نحن نعتبروها معناها نتيجة إيجابية، خاطر إنك تلعب قدام الجمهور هذاك اللي كان معناها يحاول يضغط بكل الأساليب علينا، وحتى الملاعبية متاع فريق الوداد البيضاوي معناها كانوا مشحونين من طرف الجماهير متاعهم. انما فريق الترجي الرياضي التونسي له من الخبره وله من القوه انه يفوز بمقابله الاياب، خاصه وان احنا باش نلعبوا في قواعدنا قدام جمهورنا الذي معناها يعتبر من افضل الجماهير على الصعيد الافريقي، واللي حتى هو معناها باش يقوم بالواجب من اجل انه يساندنا ونحققوا البطوله هذه اللي صراحه على مدى سنوات طويله معناها ما كناش محظوظين. ان شاء الله نوعدوا الجمهور متاع الترجي معناها من احنا باش نقوموا بكل ما في وسعنا معناها باش نفوزوا بالبطوله هذه ونهدوها الشعب التونسي عامه ولجمهور الترجي خاصه. والله باش نكون صريح معك معناها مقابلتنا ضد الاهلي القاهري معناها كنا متعمدين نطلعوهم البطولة، وهذا كان معناها مخطط متاعنا رفقة مدرب سيد نبيل معلول اللي قال بأن الفرق الكبيرة بالرغم من أنها معناها تكون ضعيفة في دوري المجموعات، إنما كي تتعدى للفينال أو للدمي فينال معناها تصير فرق أقوى وتطمع في البطولة، وبالتالي كان عندنا فرصة أن احنا نطلعوا فريق دو جرون كاليبر كفريق الأهلي المصري، وهذاك الشيء هو اللي صار. ومن بعد علمنا بطلوع الرجاء البيضاوي اللي كنا نعتبروه زاد من اقوى الفرق على الصعيد الافريقي، خاطر عنده باع وصيت وفاز يظهر لي بثلاث كؤوس افريقيه، وعنده معناه قصه مع فريق الترجي الرياضي التونسي. فبعد علمنا بخروج فريق الرجاء البيضاوي وكذا معناه ان الفرق اصبحت شيء ما في المتناول. فصراحة احنا طمعنا في البطولة. صحيح فريق الوداد البيضاوي زاد فريق قوي، انما يبقى اشد او اقل عفوا قوة من فرق اخرى كرجال البيضاوي الاهلي المصري. ولو كنا لعبنا مباراة النهائي ضد فريق رجال البيضاوي في كازا لكان ظروف اخرى. فحتى الملاعبية القدام تاع الترجي مثال شكري الواعر يعني حكونا على مباريات الرجاء في كازا، وقالوا بان يلزمنا نكونوا فرحانين ان احنا باش نلعبوا ضد الفريق الثاني في المغرب فريق الوداد البيضاوي، وبالتالي فالبطولة في المتناول. هذا لا ينقص شيء من قيمة فريق الوداد البيضاوي، نحن نحترموا كل فريق وكل جمعية نلعبوا ضدها، ومقابلة الاياب باش تكون الفاصل، ونحن متفائلين الحمد لله، طاقم تقني متفائل، ملاعبيه متفائلين، وان شاء الله نوعدوا الجمهور متاعنا باللي بطولة افريقيا ماهيش باش تخرج من تونس.